كنت أظن أن حياتي الزوجية هادئة مستقرة لا يهزها شيء، ولم أكن أتخيل ولو للحظة واحدة أن الظلام الذي يحل ليلاً كان يحمل معه أسراراً لم يكن لي خيال أن أفكر فيها. كان زوجي يعود متأخراً كل ليلة، يدخل البيت بخطوات مترددة كأنه يخشى أن يحدث صوتاً يكشف سراً، وكنت أسمع صرير المقبض كأنه إنذار خفي، ثم يليه همس خطواته وهو يقترب مني ببطء. وكلما اقترب مني كنت أشم تلك الرائحة الغريبة، عطر لا يشبه أي عطر عرفته في حياتي، رائحة قوية ناعمة في البداية، ثم تضرب رأسي بثقل لا يصدق، وما إن تلامس الرائحة أنفي حتى أشعر بأشفاني تثقل كأن شيئا يسحبني لعالم آخر. أحاول أن أبقى مستيقظة، أحاول أن أركز في صوته، في خطواته، في أي حركة، ولكن سرعان ما يغلق العالم من حولي وأغفو كأنني لم أكن. ودائما كنت أواجه هذا الأمر بتبريرات ساذجة أقولها لنفسي: يمكن غير تعي، ولا ذاك العطر قوي علي. ولكن شيئا في أعماقي كان يرفض هذا الكلام. كانت هناك همسة صغيرة في قلبي، همسة تقول لي بصوت خفي ومخيف: هناك شيء غير طبيعي، شيء يحدث وأنت لا ترينه. وبمرور الليالي لم تعد تلك الهمسة صوتا ضعيفا، بل أصبحت صرخة صامتة تسكن داخلي. كنت أفضل تجاهلها، لكنها كانت تعود كل ليلة مع رائحة العطر، تذكرني أن الأمر ليس عاديا، أن هناك سرا في طرقته للدخول، في تصرفاته، في رائحته، في الطريقة التي يريدني أن أنام بها قبل أن أعرف أي شيء. وهنا بدأت قصتي مع الليالي التي تخفي أكثر مما تظهر. لم يكن الأمر طبيعياً على الإطلاق، فكيف لإنسان أن ينعس في أقل من دقيقة؟ والأسوأ من ذلك أنه يحدث كل ليلة بنفس الطريقة، وبنفس الرائحة التي تخترق رأسي، وبنفس الثقل الذي يسحبني إلى النوم كأنني غير قادرة على المقاومة. كنت أستيقظ كل صباح وأنا أحس بصداع شديد، صداع لا يشبه تعب العمل ولا قلة النوم، بل كأن شيئاً ينتزع طاقتي ليلاً، شيئاً يجعلني أقوم في الصباح مثقلة منهارة، وكأن جسمي لم يذق الراحة ولو للحظة. كنت أقول له كل صباح بصوت خافت ومتعب: لا أعلم، أشعر بثقل شديد كل صباح. فيبتسم ابتسامة غريبة، ابتسامة لم أكن أراها من قبل، ويقول بهدوء يشبه الهروب: يمكن فقط متعبة. ولكن تلك الابتسامة لم تكن تطمئنني أبدا، بل كانت هشة، ورقتها لا تشبه الرقة، بل تشبه الخوف أو الارتباك، أو ربما شيئا يخفيه. المقلق في الأمر أن كل شيء كان يتم بنفس الطقس: يدخل متأخرا، يقترب، يطفئ الأضواء، ثم تنتشر تلك الرائحة في الهواء، وما إن أستنشقها حتى يختفي وعي كليا. كنت أقاوم في بداية الأمر، كنت أحاول أن أبقي عيني مفتوحتين، أن أركز في صوته وهو يتحرك حولي، ولكن كانت هناك قوة غريبة تجبرني على النوم، قوة لم أفهمها ولم أعهدها من قبل. ومع كل ليلة كانت الرؤية تصبح أوضح. بدأت أدرك أن هناك نمطاً معيناً، سلوكاً متكرراً، وطريقة يبدو فيها زوجي كأنه يحافظ على شيء لا يريدني أن أراه. كنت أقول لنفسي في صمت: هادشي ما بقاش عادي، مشهول نعس بهذه السرعة. وكان هذا الإحساس يكبر يوماً بعد يوم،
حتى أصبح حاضراً في كل دقة قلب وفي كل نظرة ألقيها عليه وهو يدخل الغرفة ليلاً. لم يعد الأمر مجرد شك، بل غدا قلقاً حقيقياً، كأن الرائحة تسحب شيئاً من جسدي، أو كأنها تغلق وعي عمداً. وكلما حاولت أن أتجاهل، كلما أحسست أن شيئاً مظلماً يتخبأ خلف تلك الليالي، شيئاً سأكتشفه قريباً، ولكنني لم أكن أعلم أن الاكتشاف سيكون أكثر وجوعاً مما توقعت. لم يزل القلق يتسلل إلى صدري كظل ثقيل يتبعني في كل ليلة ولا يفارقني في كل صباح. وفي إحدى الليالي استيقظت قبل أن يغادر السرير، فرأيته ينهض مستعجلاً يرتب ملابسه كمن أفزع من شيء. كان يتحرك كأنه يخفي شيئاً، أو كأن الزمن يطارده، وفي عينيه توتر لم أعهده من قبل. علاش كيجي غير منين كنعس؟ راه شي حاجة ما باغيش ننفق عليها. بدأ الشك يكبر في صدري كنار صغيرة تتقد بهدوء، لكنها تهدد بالاشتعال في أي لحظة. لم يكن الأمر طبيعياً على الإطلاق، فأنا لست مريضة ولا أعاني من إرهاق يسقطني في غفوة خاطفة كل ليلة. فكيف لإنسان أن ينعس في أقل من دقيقة؟ والأسوأ من ذلك أن كل شيء يحدث بالطريقة نفسها: الرائحة التي تخترق رأسي، الثقل الذي يشد جفوني، وذلك الصداع الذي يصحبني مع أول ضوء. وبمرور الليالي بدأ الإحساس يتكرس في قلبي: هناك شيء يحدثه في الوقت الذي أكون فيه بين النوم والغفوة، شيء لا يريدني أن أراه ولا أن أعرفه ولا حتى أن أشك فيه. أصبحت ليالي مثقلة بالخوف، وأصبح صباحي يحمل طعماً غريباً للريبة، حتى لم أعد أستطيع تجاهل ذلك الصوت الداخلي الذي يهمس: عليك أن تعرفي ما الذي يحدث في الليل وإلى أين يذهب وماذا يخفي. وهنا بدأت الحقيقة تقرع أبواب قلبي بهدوء، ولكن بإصرار لا رحمة فيه. مع مرور الأيام بدأت ألاحظ أن البيت لم يعد يبقى على هيئته بعد نومي. كان الأمر يبدو في البداية صدفة، لكن الصدف تكثر حين يكون خلفها سر لا يريد أن يكشف. فالنافذة التي أغلقها بنفسي قبل أن أنام أجدها في الصباح مفتوحة على مصراعيها، وهبات البرد تدخل كأنها زارت الغرفة ورحلت قبل صحوي. وهاتفه الذي يضعه دائما بجانبه كنت أجده أحيانا في مكان بعيد، كأنه أخذ ووضع هناك بعمد ليس بالخطأ. وأشياء صغيرة في حقيبتي تختفي في ليلة وتعود في الليلة التالية، كأن أحداً قلبها وفتشها ثم أعادها بلا حراك. شكون اللي كيقلب في حوايجي؟ هادشي ما بقاش طبيعي، راه كاين شي لعب. كانت علامات صغيرة لو نظرت إليها مفردة لما أخفتني، ولكنها كانت تتجمع، تتراص بعضها إلى جانب بعض كقطع أحجية مخيفة يتضح شكلها ببطء ويكتسب مع كل ليلة معنى أكثر رعباً. وفي كل مرة أقنع نفسي بأنني أبالغ، كان شيء آخر يحدث ليثبت لي العكس، حتى أصبح بياناً لا يمكن إنكاره: هناك أحد يقوم بشيء بعد نومي، أحد يعرف متى أغفو ومتى يفتح النافذة ومتى يلمس أشيائي. ولم يكن الخوف هنا مجرد خيال، بل كان شعوراً واضحاً يشد قلبي ويحذرني بصوت لا يسمع ولكنه يشعر: احذري، فما يتحرك في الليل ليس الريحة. لم أعد أحتمل الشكوك التي تتكاثر حولي، كانت تتصاعد كالدخان في غرفة مغلقة حتى أصبحت تخنقني. في تلك الليلة اتخذت قراراً لم يجرؤ قلبي عليه من قبل:
لن أدع الرائحة تسقطني نائمة مجددا. جلست على السرير كأنني سأنام، وأطفأت الأضواء، ثم انزلقت بهدوء تحت الغطاء وتظاهرت بالتنفس الثقيل لكي يظن أنني غفوت. ولما فتح الباب ودخل، سمعت خطواته الواثقة في أول الأمر، ثم بدأت تتحول إلى خطوات مترددة، كأنه يتأكد من شيء. شعرت بقلبي يدق بقوة، وكل ضربة منه تشبه طرقا على باب الحقيقة التي أخشاها. اقترب مني، وسمعت صوت زجاجة صغيرة ينفتح غطاؤها ببطء، الصوت نفسه الذي أسمعه كل ليلة من خلف سورة نومي. ليلة معينة حدث شيء لم أستطع تفسيره أبداً. استيقظت بعد منتصف الليل، ولما فتحت عيني لم أجده جانبي. كان الغرفة صامتة صمتاً غريباً، والهواء ثقيلاً كأنه يحمل سراً لا يريد أحد أن يعرفه. تمالكت أعصابي وجلست ببطء، وبينما كنت أحاول ترتيب أفكاري سمعت خفقات خفيفة قادمة من غرفة الجلوس. لم تكن خطوات عادية، بل كانت همساً غامضاً كأن شخصاً يتحرك وهو يحاول ألا يصدر صوتاً. تجمدت في مكاني، قلبي يدق كطبول الحرب، وأذناي تصغيان بكل قوتهما. قمت من السرير على أطراف أصابعي، وتقدمت نحو الباب بحذر، ثم مددت يدي وأمسكت بالمقبض، وقبل أن أفتحه سمعت صوتاً خافتا جداً كأنه همس رجل يتحدث في الهاتف. كان يقول شيئاً لم أفهمه، لكنني التقطت كلمة واحدة فقط: اسمي. عند هذه اللحظة شعرت برعب يجتاح دمي كالبرد القارس. فكيف يهمس باسمي وهو يعتقد أنني نائمة؟ وبدأت كم قول في راسي: إيوه، شكون كيهدر معاه في هذه الليلة؟ وعلاش باسمي أنا؟ القلب ديالي كان كيدق بحال طبل، وحسيت أن هذه الليلة ماشي بحال باقي الليالي. بالعربية الفصحى المشكلة كاملة، كان السكون يملأ المكان، لكن داخلي كان يضيج بالضجر والخوف. تجمعت الشجاعة في صدري كأن قوة خفية تدفعني لمعرفة ما يحدث خلف الباب، فمددت يدي بحرص وأمسكت بقبضة الباب، ثم دفعته بلطف شديد حتى لا يصدر عنه صوت يفضحني. وما إن انفتح الباب قيد إصبعين حتى بدا لي ظله جالسا في غرفة الجلوس. كان منحنيا قليلا، يقرب هاتفه من وجهه ويتحدث بصوت مخنوق كأنه يخشى أن يسمعه أحد. رفعت نفسي خفية وأمعنت النظر. يده اليسرى تغطي أذنه، واليمنى تمسك الهاتف بتوتر، كأنه في مكالمة لا يجب لأحد أن يعرف بها. لم أسمع كلمات واضحة، بل سمعت فتافيت أصوات تتدحرج من فمه وتسقط في أذني مثقلة بالشكوك. ثم وبدون مقدمات سمعت جملة واحدة، جملة قلبت عالمي كله: لا تخافي، هي نائمة. تجمدت دمائي في عروقي، شعرت كأن الأرض تتحرك تحتي. من هي التي يطمئنها؟ ولما يضمن لها أنني نائمة؟ التهب قلبي بالخوف، ومعه غضب مبهما لا يعرف إلى أي جهة يتجه. حاولت أن أقنع نفسي بأن ذلك مجرد سوء فهم، ولكن كل خلية في جسدي كانت تصرخ: هناك شيء كبير، شيء خطير يخفيه عنك. فجأة تحرك ظله كأنه سمع همسا غير مرئي. انتفضت في مكاني وأغلقت الباب بسرعة كبيرة دون صوت، ورجعت إلى الفراش كمن يخرب من شبح يتعقب خطواته. أسرعت وتظاهرت بالنوم كأن جفوني تغلقها قوة إلهية، ولكن قلبي كان يقاتل، يقفز، يخبط ضلوعي بقوة تؤلمني. مرت دقائق ثقيلة كالسنين، ثم سمعت خطواته تدخل الغرفة. جلس بقربي، وأحسست بأنفاسه الحارة قريبة من خدي. ثم همس، وصوته يرتجف كمن يخفي جريمة: الحمد لله، باقي نعسة. لم أحرك جسدي، لم أرفع جفنا،
ولكن تلك الجملة كانت الكافية لأدرك أن ليلتي وحياتي وثقتي لن تعود كما كانت أبداً. قلت في راسي: إيوه، واش هادشي صدفة؟ وشحال من حاجة ولات كتشد في بعضياتها، حتى بديت كنخاف نعرف الحقيقة. لم أستطع انتظار للصباح، فقلبي كان يدق بقوة وركبتاي ترتجفان كمن يقف على حافة هوة مظلمة. وفي اللحظة التي سمعت فيها صوت نفسه يستقر نائما، تجمعت في أعماقي جرأة لم أعرفها من قبل. تحركت على السرير ببطء حتى لا أحدث صوتا، ثم مددت يدي تحت الوسادة التي يضع هاتفه تحتها كل ليلة. كان الهاتف بارداً وثقله في يدي كأنه حجر يسقط على قلبي. أضاءت الشاشة بنور خافت، وأول شيء ظهر لي كان اسماً لم أره من قبل: حياتي، وبجانب الاسم قلب أحمر. انقبض صدري وكأن الهواء سحب من الغرفة. دققت بإصبعي فانفتحت المراسلة، وهناك كانت الصدمة التي قطعت أنفاسي. صور لغرفتنا، لسريرنا، لوجهي وأنا نائمة، مأخوذة في أيام مختلفة ومن زوايا متعددة. كتبت له تلك المرأة: تأكد أنها نائمة قبل أن ترسل لي، لا أريد مشاكل. ورد هو: لا تقلقي، أضع لها ذلك العطر وهي تغيب في دقيقة. سقط الهاتف من يدي، وانخفض قلبي معه إلى قاع الأرض. معنى الجملة كان واضحا كالشمس. هو لم يكن يسكنني ولا يداريني، بل كان يغيبني ليخفي عني شيئا أبشع مما تخيلت. حاولت أن أتنفس، ولكن صدري كان ضيقا، وعيناي تمتلئ بدموع حارة كأنها ولدت في لحظتها. وفي تلك الثواني القاتلة فهمت أن الليالي التي نمت فيها ثقيلة لم تكن سهوا ولا تعبا، بل كانت فخا، وأنا كنت ضحيته. وقفت أمامه والأرض تتزلزل تحت قدمي، ولكن صوتي كان أثبت مما توقعت، كأنني لم أعد أخاف منذ ثانية واحدة. هو كان ينظر إلي بعيني رجل انكشف سره الأسود، عيناه ترتجفان وأنفاسه متقطعة، كأنه تلقى صفعة لم تلمس وجهه. ساد صمت ثقيل ثقيل إلى درجة أنني كنت أسمع نبض قلبي يدق في أذني. فقلت له وكل حرف يخرج مني كأنه سهم: لمن كنت تخفي هاتفك؟ ولما كنت تنومني تلك النومة السريعة؟ من هي هذه المرأة؟ اختنق صوته ثم تداعى كرجل سقط فجأة في حفرة عميقة. لم أردك أن تري شيئا، لم أرد للأمر أن يتعقد. رفعت حاجبي بنصف دهشة ونصف غضب. وهل يكون العهر سهلا إذا نمت؟ هل تصبح الخيانة أقل وقاحة لأنني غير واعية؟ تحرك شفتاه ولكنه لم يجب، ثم أطرق برأسه كأنه يبحث عن كلمة يخفف بها جريمته. وفي تلك اللحظة سمعت نفسي أهمس بالدارجة همسة كانت أشد وقعا من الصراخ: أش درتي فيا؟ واش نعستيني باش تخون؟ رفع رأسه إلي وكان في عينيه رعب صاف. لم يعد يخاف من الفضح، بل من الحقيقة التي امتلكتها أنا الآن. قال مترددا، وكل كلمة تخرج منه كأنها تقطع حلقه: كنت أريد أن أنفصل بهدوء دون مشاكل. ضحكت ضحكة خافتة، لكنها كانت محملة بكل عذاب الدنيا. تفكر في الهدوء وأنت تخدر زوجتك لكي تعيش مع أخرى؟ تقدمت خطوة، وكانت خطوة ملتهبة لا تحتمل الرجوع. أي جبن هذا؟ أي رجل أنت؟ وأية حقيقة كنت تخفيها خلف هذه الرائحة اللعينة؟ لم يرد، وكان صمته اعترافا مطلقا، اعترافا لا يحتاج شاهدا ولا يحتاج محلفا. وفي الداخل كنت أشعر بمزاج غريب، غضب يعتلي الخوف، وقوة غامضة تنهض من أعماقي كأنها نائمة منذ سنة. وهمست لنفسي، وقد صار الهمس أقوى من الصراخ.
إذا كان هذا وجهك الحقيقي فقد نجوت منك ولا أعلم. شفتي كيف ولا وجهه؟ ما بقاش فيه ذاك التقويل اللي كي عرف. ثم استدرت عنه استدارة بطيئة كأنني أسحب من مكان يطفئني، وحين خطوت خطوتي الأولى بعيدا عنه شعرت بثقل ينزاح عن صدري، كأن هواء جديدا دخل رئتي لأول مرة. كان ورائي يتنفس بصوت متقطع، نفسا يشبه نفس رجل غرق في الماء ولم يعد يعرف كيف يبلغ السطح. سمعته يقول بنبرة مسحوقة: هل سترحلين؟ ولم ألتفت. لم أرد أن يرى وجهي لأن في عيني شيئا لم يعتده، قوة لا تقاوم وحزن لا يتسول العطف. وقلت وأنا أمسك بقائمة الباب كمن يغلق عمرا: أخلقت صدعا لا يمكن رأبه، وأظنني أستحق من الحياة شيئا ليس أنت. ثم استرسلت وصوتي ينفصل عن ضعفه القديم: لقد ظننت يوما أنك ملاذي، فإذا بأكتشف أنك أخطر علي من وحدتي. ساد صمت قاتلا، ثم سمعت خطواته تقترب وصوته يختنق: لا تتركيني هكذا، لم أكن أريد. فقاطعته بلفظ حاسم كأنه سيف يقطع حبلا مريضا: أنت لم ترد شيئا إلا نفسك. تجمد خلفي، ثم وقعت منه كلمة واحدة كأنها سقطة جبل: اسمعيني. ولكني لم ألتفت، فقد فهمت ما يجب أن أفهمه منذ زمن: أن الحقيقة لا تتغير بكلمة، ولا يتطهر الذنب باعتذار متأخر. وفي تلك اللحظة شعرت بقلبي يقودني لا إلى الخروج فقط، بل إلى نفس جديدة كأنها تولد من رمادها. وهمست دون أن أدور: إن كان الفراق نهايتك فهو بدايتي. ثم فتحت الباب وخرجت كمن يخرج من قصة احترقت نهايتها. خرجت خليت ورايا باب مسدود، وكلبي كي يدق بحال طريح كي يحاول يفيق. لما وضعت قدمي خارج البيت خيل إلي أن العالم اتسع ضعفين، وأن الجدران التي كانت تحبس أنفاسي تبددت كالدخان. كان الهواء باردا يلسع وجهي، لكنه لسع أحببته لأنه كان لسع الحرية. توقفت عند عتبة الباب ونظرت أمامي كمن يرى طريقا لم يسره قط، ولكنه يعرف أنه كان ينتظره منذ سنوات. وخلفي سمعت صوت خطواته تتواقف عند الباب الذي أغلقته. لم يجرؤ على فتحه ولم يجرؤ على مغادرته. كان مشلولا بين رغبته في لحقي وخوفه من وجهي إذا التفت. سمعته يناديني بنبرة مكسورة: لا تذهبي هكذا، دعيني أشرح. ولكن كان في صوته شيء غريب، شيء لم ألحظه في كل السنين التي عشتها معه. خوف حقيقي، لا خوف رجل سيفضح، بل خوف رجل علم أنه فقد شيئا لا يعوض. ورغم ذلك لم أتوقف. خطوت خطوات بطيئة في الرفق، ثم أسرعت كمن يخشى أن يلحقه ما فر منه. كان الليل طويلا والشارع هادئا إلا من صوت نفسي ونبض متعجل في صدري، كأني أعود إلى نفسي بعد غياب طويل. بلغت نهاية الطريق والتفت يسارا نحو السماء، فرأيت قمرا نسفيا شاحبا ولكنه صامد، فشعرت أنه يشبهني، وهمست همسا لم يسمعه أحد. لو أن الخيانة تطفئ القلب لكنت ميتة الآن. ثم أرخيت كتفي وأطلقت زفرة طويلة. كنت أعلم أن الطريق أمامي ليس سهلا، وأن جراحي لن تشفى في يومين، ولكنني لأول مرة لم أكن أخاف من الغد. فقد تعلمت درسا قاسيا: لا أحد يستحق أن يطفئ سنواتي. وفي أعماقي نهض صوت قوي لم أعرفه من قبل، صوت يقول: سأمضي ولن أعود إلا إلى نفسي. ثم سرت في عمق الليل ولم أنظر خلفي مرة أخرى. صحباتي، غادي نقول لكم اليوم آخر حاجة وقعات، ولكن هاد المرة راه ما بقاتش غير قصة.
راهي الصدمة اللي جاية قادرة تقلب حياة أي امرأة تسمعني دابا. وفي تلك الليلة لما أغلقت المرأة باب غرفتها وجلست وحدها، شعرت بأن هناك نفساً ليست نفسها تتحرك في صدرها. كانت تريد أن تبكي، ولكنها لم تعد تعرف أي دمعة تنزل لأي سبب. هل تبكي زوجها؟ أم تبكي على نفسها التي تركتها تذبل لسنوات؟ جلست ثم وضعت يدها على صدرها وقالت همساً: متى كنت آخر مرة سمعت فيها نبضي؟ وفي لحظة واحدة كأن الحقيقة انفجرت في وجهها. المرأة الأخرى ليست امرأة بشحمها ولحمها، ليست غريبة سرقت زوجها، وليست عدوة جاءت من بعيد، بل كانت نفسها، نفسها التي أهملتها، نفسها التي لم تسمعها، نفسها التي تريد أن تعيش، أن تحب، أن تحترم. كان الزوج يبحث في الدنيا عما فقده فيها، وهي كانت تحاسب الدنيا وتنسى أن تحاسب خطواتها. أخذت نفساً عميقاً ثم نهضت كمن يقوم من رمس بعد نوم طويل، وقالت: إن كنت قد خسرت زوجي فلن أخسر نفسي معه. في الصباح نظرت إلى مرآة الحمام. لأول مرة رأت المرأة التي أهملتها. الوجه المتعب كان يطلب راحة ليس حكما، والعينان كانتا تطلبان حقا ليس عتابا. وهنالك بدأت النهاية، ولكنها نهاية لفصل قديم لا للحياة نفسها. لأول مرة لم تقل ماذا سأفعل لأجله، بل قالت: ماذا سأفعل لأجلي؟ أغلقت دفتر زوجها وفتحت دفترها. لم ترجع للخلف، ولم تنقذ ما لم يعد ينقذ، بل أنقذت نفسها. وهكذا انتهت القصة التي بدأت بسؤال: ماذا فعلت المرأة الأخرى؟ وانتهت بالإجابة التي لم تتوقعها المرأة الأخرى: كنت أنت يوم تركت نفسك.